واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع شاك ريدر. بلا شك ما كاينش شي واحد فيكم عزيز عليه الماطر والكره وما طاحش بالو هاد السؤال: علاش لاعبين كره القدم واللي عندهم الملايير كيتشتوا ديما كتلقاهم راكبين في سيارات رياضيه فخمه وما عمرنا كنشوفهم راكبين ماطر كبار، مع العلم ان هذيك سوبر كارز اللي كيركبوا عليها الثمن ديالها يقدر يسوى الدوبل فوا 10 ولا حتى 20 مره من الثمن ديال احسن واغلى موتور كاين في السوق. وزيد عليها اي واحد فينا كيسوق الموتور عارف بلي الادرينالين والنشاط والحريه اللي كيعطيك الموتور كايناش حتى شي طوموبيل واخا تكون فيراري. اذا فين كاين السر؟ علاش اللاعبين ما عندوش معالم دراجات ناريه؟ اليوم غادي نغوصوا في هذا الموضوع وغادي نشوفوا شنو كيفضلوا نجوم الكره المغربيه وحتى العالميه، وشنو هي العلاقه السريه اللي كتجمعهم، وشنو هما القوانين اللي حابساهم باش ما يركبوش في موتور سبور. معكم شاك ريدر ويلا نبداو. اول حاجه، اغلب لاعبين كره القدم المشهورين كيبانوا غير في الطوموبيلات، والسبب الاول والرئيسي كيرجع لعقود العمل. اللاعب محترف كره القدم رجليه هما راس المال، هما الملايين اللي كيستثمروا فيهم الانديه. اي اصابه خطيره واخا تكون بسيطه تقدر توقف المسيره ديالو نهائيا وتخسر الفرقه ملايين الدولارات. لهذا السبب الانديه العالميه الكبيره بحال ريال مدريد، برشلونه والباريس سان جيرمان كيديروا بوند صارم في عقود ديال اللعابه كيتسمى الانشطه الخطيره. هذا البوند كيمنع للاعب يمارس اي حاجه فيها خطر بحال التزلج على الثلج، القفز بمظلات وركوب الدراجات الناريه. الموتور ممتع بزاف، ولكن طيحه صغيره فيه ولا زلقه في الشانطي تقدر تسبب كسر في الركبه او الشوفيه. وشفنا شحال من لاعب تهرس في حادث مشابه وضاعت المسيره ديالو. داكشي علاش اللعابه كيميلوا السيارات الرياضيه، حيت على الاقل محميين بهيكل من الحديد واللي كيحميهم. ملي كنهضروا على نجوم الكره المغربيه فضروري نجبدوا النجم ديالنا اشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني. حكيمي بحال كاع النجوم الكبار معروف بالعشق ديالو السيارات الفخمه، فالتقارير الاعلاميه ديما كيتكلموا على الكوليكسيون ديال الطوموبيلات بحال لامبورغيني والمرسيدس والجي كلاس. ولكن في المقابل، واش عمركم شفتوا حكيمي حاط تصويره فوق شي موتور؟ فالجواب هو لا، ما كاين حتى شي معلومه مؤكده باللي عنده موتور. والسبب الثاني من غير العقود هو الامان والخصوصيه. في اللاعبين اللي واصلين لهذا المستوى من الشهره كيكونوا مستهدفين بزاف من المعجبين، فالموتور كيخليك مكشوف وما كاينش اللي يحميك، اي واحد يقدر يقرب منك في الفيروج. وهذا الشيء كيبان بزاف عند اللعابه بحال ميسي اللي كتوصل بيه لدرجه كيدير حارس شخصي وكيبقى ديما تابعو حتى في خط التماس غير باش يحميه. الطوموبيل بالفيمي ديالها فهي كتعطي اللاعب ديك القوقعه ديال الامان واللي كيحتاجها هو وسط هاد الهستيريا ديال الجمهور ديالو. عرفنا بلي اللاعبين ممنوع عليهم الانشطه الخطيره، ولكن واش هادشي كيعني بلي اللعابه ما كيحملوش دراجات؟ بزاف ديال الرياضيين واللعابه المغاربه كيموتوا على شي حاجه سميتها البيكالا او الدراجه الهوائيه، حيت مسموح بها وكتعاونهم في اللياقه البدنيه. في اللاعب السابق ديال الرجاء البيضاوي والمنتخب عبد الجليل جبيره صرح الوسائل الاعلاميه انه من بعد ما سال المسيره الكرويه ديالو رجع مباشره للهوايه القديمه واللي كتعجبو من الصغر، واللي هي ركوب الدراجات الهوائيه الاحترافيه. فجبيره قال بلي هذه الهوايه كتعطيه نفس احساس السفر واكتشاف طرقات الطبيعه، ولكن بدون الخطر ديال الموتور واللي كيمشي بسرعه كبيره. هادشي كيبين بلي الروح ديال الموتور اللي عزيز عليه السفر والاستكشاف الطرقان فهو كاينه في بزاف ديال الرياضيين، ولكن كيمارسوها بطريقه اللي كتناسب الوضعيه ديالهم كلاعبين. دابا اجي نهضروا على العقليه والمود ديال العيش، حيت كاين فرق كبير بين عقليه ديال لاعب كره محترف وعقليه ديال الموتور حقيقي. فالموتور الحقيقي الروح ديالو هي الحريه، كيبغي يشد طريق طويله، كيبغي يسافر ويحس بالبرد والريح ويبدل الجو. الموتور بالنسبه ليه هو الهروب من ضغط الحياه. اما اللاعب كره المحترف فحياته يوميه عباره عن ضغط مستمر وسيستم قاصح، تداريب شاقه يوميا، في المباريات تحت الضغط الجمهور والستريس، معسكرات مغلقه والسفر مستمر، طيارات من البلاد للبلاد، وحتى الالتزامات الاعلانيه والمقابلات الصحفيه. في اللاعب ملي كتسالي هاد الروينه كامله كيكون باغي غير الراحه والرفاهيه، فهو باغي شي حاجه اللي تريحو وديه من تداريب للدار في اعلى قمه ديال الكونفور. وهادشي كتوفروا ليه غير الطوموبيلات الفاخره واللي فيها صالون ديال الكوير والماساج والفيمي ولاكليم وزيد. ولكن واخا هكاك فكيبقى قاسم مشترك واحد بيناتهم واللي هو البليه ديال السرعه وحب الادرينالين. تخيلوا معايا دابا نديرو بحال يلا حكيمي سال الكارير ديالو ولقى شي تغرى في عقد وقرر انه يشري موتور. فشنو هو الموتور اللي غادي يناسب الشخصيه ديالو والستيل ديالو؟ بما ان حكيمي لاعب سريع عزيز عليه السفر الرفاهيه والراحه، فانا كيبان لي غادي يناسبو شي موتور من الفئه ديال سبورت تورينغ، مثلا بي ام دبليو في الاسمي الاكس ار. هذا موتور مزيان ديال بصح فيه موتور ديال سوبر سبور، ولكن في نفس الوقت عالي ومريح وديال السفر الطويل.
او ياماها تراسر ناف جي تي واللي كتجمع بين الخفه والتكنولوجيا والجماليه واللي كتعجب الشباب. هادو الماطر كيجمعوا بين السرعه واللي مولفها في التيران والراحه واللي كيحتاجها. وفي الاخير كنكتشفوا بلي واخا نجوم الكره المغربيه وحتى العالميه محرومين من الماطر دابا بسبب العقود والامان، الا ان الشغف بالعجلتين والسرعه كيبقى ديما حاضر في قلوبهم. وانتم اللي كتشوفوا هذا الفيديو خليو لي في تعاليق الا كان اشرف حكيمي او حكيم زياش او ياسين بونو غادي يشري موطور، شنو هو الموديل اللي كتشوفوا مناسب لكل واحد فيهم، واش هارلي دافيدسون ولا كawasaki نينجا ديال السرعه. وفي الاخير الا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات واللي كنربطوا فيه بين الكره وعالم المحركات ما تنساش دير لايك واشترك في القناه وفعل الجرس باش يبقى يوصلك في الجديد.